الأبيض مش دايما بيكون في صدقة بفلوس ولا في عبادة الناس كلها شايفاها. أحيانا أعظم حاجة عند ربنا هي كلمة بسيطة خرجت منك في وقت كان غيرك ساكت فيه. جبر الخواطر في ناس ماشية وسط الناس وضحكتها مالية الدنيا، لكن جواها وجع لو اتقسم على جبل لهده. ناس نفسها حد يسألها انت كويس، ناس مستنية كلمة تشيل عنها حمل سنين. وهنا بيظهر أصحاب السي في الأبيض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل الأحبة جميعا وأهلا بكم في سي في أبيض وأسود. في كل يوم بنرسم على قلوبنا ألوان، لون أبيض بنور الصدق والطهارة، ولون أسود بظلمة الذنوب والمعاصي. تعالوا نكتب مع بعض سي في حياتنا ونشوف لون أعمالنا أبيض ولا أسود. جبر الخواطر مش ضعف، جبر الخواطر قوة. إنك تشوف إنسان مكسور وتختار تكون سبب في ترميمه بدل ما تكون سبب في زيادة ألمه. إنك تلاقي حد واقع فتسنده، حد فشل فتشجعه، حد اتظلم فتواسيه، حد حزين فتخفف عنه. كم إنسان كان على وشك الانهيار بسبب كلمة جرح، كم إنسان رجع للحياة بسبب كلمة طيبة. أحيانا كلمة منك بتغير يوم كامل، وأحيانا بتغير عمر كامل. لما تلاقي حد غلطان والناس كلها بتهاجمه، افتكر إن النصيحة رحمة. لما تلاقي حد فقير ما تكسرش بخاطره، ما تكسروش بنظرات الشفقة. لما تلاقي حد كبير في السن اديله من وقتك واحترامك. لما تلاقي طفل فرحته بسيطة شاركه الفرحة دي. ولما تلاقي إنسان حزين ما تستهونش بدمعته، ممكن تكون مكانه. جبر الخواطر مش بس مع الغريب، ده بيبدأ من البيت. مع أمك لما تكون تعبانة وتساعدها من غير ما تطلب، مع أبوك لما تكون تقدر تعوضه عن تعب السنين بكلمة تقدير، مع زوجتك أو زوجك لما يمروا بوقت صعب، مع أولادك لما يسمعوا منك كلمة حب وكلمة طيبة بدل كلمة إحباط. النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس جبرا للخواطر، وكان يواسي الحزين ويخفف عن المكروب ويعامل الناس برحمة ولين. وربنا سبحانه وتعالى يحب القلوب الرحيمة التي تزرع الأمل في النفوس بدل الألم. كم مرة كسرت خاطر حد من غير ما تقصد، وكم مرة ربنا ستر عليك رغم تقصيرك. كما تحب أن يجبر الله خاطرك اجبر خاطر الناس. كما تحب أن تجد من يقف بجوارك وقت الشدة، خليك انت أول من يقف بجوار غيره. افتكر دايما انك ممكن تنسى الكلمة اللي قلتها، لكن اللي سمعها منك ممكن يفضل فاكرها طول عمره. ممكن تنسى الموقف اللي عملته، لكن أثره يفضل في قلب إنسان سنين طويلة. يوم ما تتقفل كل الملفات ويفتح السي في الحقيقي أمام الله، مش هيكون مهم انت جمعت كام ولا امتلكت ايه ولا الناس كانت شايفاك ازاي. المهم كم قلب جبرته، كم دمعة مسحتها، كم إنسان كنت له نور وقت الظلام. لأن جبر الخواطر عبادة عظيمة لا يضيعها الله أبدا. ومن جبر خاطر الناس جبر الله خاطره يوم يكون أحوج ما يكون إلى الجبر. وتخيل إن الإنسان اللي جبرت خاطره النهاردة ما يملكش حاجة يردها لك في الدنيا، لكن يرفع إيده في الليل ويقول يا رب فرج همه كما فرج همي، فتفتح لك أبواب كانت مقفولة وتتنحى عنك مصائب ما كنتش تعرف إنها جاية في طريقك بسبب دعوة. الخواطر المكسورة مش بتبان في الوجوه دايما. في ناس بتضحك وموجوعة وبتواسي غيرها وهي محتاجة اللي يواسيها، وبتسأل عن الناس كلها ومحدش بيسأل عنها. عشان كده خليك رحيم، خليك لين، خليك سبب في فرحة لو صغيرة. اوعى تستصغر كلمة طيبة أو رسالة تطمن بيها على حد، أو موقف تقف فيه جنب إنسان وقت ضعفه. يمكن الحاجة اللي شايفها بسيطة جدا عندك تكون بالنسبة لغيرك طوق نجاة من بحر من الهموم. وفي يوم من الأيام هتمر عليك لحظات ضعف وهتحتاج حد يجبر خاطرك، وهتكتشف إن الله لا ينسى المعروف. ستجد الجبر يأتيك من حيث لا تحتسب، لأنك يوم كنت سبب في جبر قلب إنسان. السي في الأبيض مش مجرد أعمال كبيرة يصفق لها الناس. السي في الأبيض الحقيقي هو قلب رحيم يمشي بين الناس فيداوي في جراحهم من غير ما يشعروا، وينشر الأمل دون أن ينتظر مقابل، مش محتاج مقابل، ويجبر الخواطر دون أن يبحث عن شهرة أو مدح. فاسأل نفسك اليوم قبل ما تنام، كم خاطر جبرت، وكم قلب أحييت بعد ما كان مكسور، وكم إنسان جعلته يبتسم بعد ما كان يغالب دموعه طول الليل.